لو أنت بقى عندك مشروع أو عقارات في منطقة معينة بس ما حدش شايفك أو عارف الموقع بتاعك أو يسمع أي حاجة عن المشاريع بتاعتك، خلّي بالك الجزء ده من الخطة مسؤول إنك تبقى مؤهل تظهر قدّام كل عميل محتمل واخد قرار الشرا وهو اللي بيدوّر عليك. طبعًا النتيجة هتبقى مبيعات أكتر، العُملا هيبقى أكثر جدية، وفلوس الإعلانات تكاد لا تُذكر، لإن إحنا هنعتمد على الزيارات الأورجانيك. في قاعدة تسويقية عالمية بتقول إنك لازم من ضمن الخطة التسويقية بتاعتك تبقى بتحوّل الموقع الإلكتروني بتاعك لأداة تسويقية فعّالة تعمل على مدار الساعة لجذب عملاء لديهم نية الشراء وفي الوقت المناسب. شايف القاعدة دي؟ إحنا هنحط لها عناصر ونشتغل عليها دلوقتي. في حاجة لازم نتفق عليها الأول، إن علم ال SEO أو الsearch engine optimization ده علم كبير وكورس كبير جدًا، جدًا، جدًا فيه عناصر كتير أوي. إحنا هناخد العناصر الأساسية اللي تأهل صفحات المشروع إنه يبقى في الصفحة الأولى أو في النتايج الأولى في جوجل. الأول يعني إيه تحسين محركات البحث؟ يعني إحنا بنهيئ الموقع الإلكتروني بتاعنا عشان يبقى موجود في الصفحات الأولى من نتائج محركات البحث. يعني لما العميل يبحث عن عقارات التجمع الخامس أو العاصمة الإدارية، شاليهات بالساحل الشمالي مثلا، يبقى مشروعك على الأقل في أول 3 أو 5 نتائج من الصفحة الأولى. طب ده هيضيف لي إيه؟ هيضيف لك إنك بتحصل على عميل أورجانيك مؤهل وعنده نية شراء وجدية وهو اللي بيدور عليك، مش أنت اللي بتدفع فلوس وبتدور عليه زي الإعلانات المدفوعة. طيب إيه بقى الكلمات المفتاحية أو الكيوردز؟ يعني الكلمات أو الجمل اللي بيستخدمها العميل اللي عنده نية الشراء في عمليات البحث. هنكتشف مع بعض إيه هي الكلمات الخاصة بكل منطقة اللي العميل فعلا بيكتبها لما يجي يدور على عقار أو مشروع معين عايز يشتريه. الهدف هنا إن احنا نبقى موجودين قدام العميل المناسب اللي عايز يشتري من أول ما يكتب الجملة دي في محرك البحث. إيه بقى التكنيكال SEO أو التحسين التقني؟ ده التعريف الأكاديمي بتاعها هو ضمان الأداء الأمثل لموقعك على جميع الأجهزة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الموقع يبقى سريع، ما يبقاش فيه صورة ميجا أو 2 ميجا أو يبقى فيه مشكلة في الأكواد اللي موجودة في المواقع. المواقع تبقى متوافقة مع الجوالات، بيفتح على الموبايل زي ما بيفتح على الديسكتوب، أو دي نسخة ودي نسخة. هو الهدف منها زيادة معدل بقاء العميل على صفحة المشروع، وبالتالي زيادة معدلات التحويل، إن هو يبقى قادر يبص على المشروع، قادر يتواصل، يبعت استفسار، مش شوية والصفحة تاخد 10 15 ثانية عشان تفتح. أصل الصورة دي ما بتفتحش، أصل البروشور ده ما بيتحملش. كل الكلام ده إحنا بنسميه حاجات تقنية. مهما كنت صارف على الموقع بتاعك، ده بيخرج العميل بره صفحة المشروع، بره الموقع كله. ده بيخلينا نروح للأون بيج SEO أو تحسين صفحة المشروع. إحنا بنطور المحتوى اللي موجود على صفحة المشروع بحيث نحط عناوين مقنعة، أوصاف، صور وتكون معبرة عن المشروع، بتوصف المشروع في حد ذاتها، معلومات تكون مش موجودة في أي حتة تانية عن المشروع. بننسق كتابة المشروع على الصفحة، بنحول الزائر لعميل محتمل من أول ما يبص على صفحة المشروع. دي بنقول عليها اون بيج. ايه بقى موضوع التحسين الخارجي او الاوف بيج SEO؟ سمعة الموقع بتاعك، الموقع العقاري بتاعك، وقوته على شبكة الإنترنت. هل أنت الموقع ده الأهرام، الأخبار، الجمهورية، الصحف، المواقع العقارية الكبيرة بتتكلم عليه، في مواقع أنت ناشرها فيه. بنعزز الثقة والمصداقية بتاعة جوجل والعملاء. الهدف يعني إيه؟ الهدف إن جوجل يثق فيك أكتر ويرفع ترتيبك في محركات البحث بناء على المواقع اللي مشروعك موجود فيها. وده برضه هنتناوله بالتفصيل.